النسيم زي ما كلنا عارفين مرتبط بالأكل. في بعض الأسئلة الأهم المرتبطة بشم النسيم. أولها، ليه اسمه شم النسيم؟ وهل معناها فعلا إننا بنشم النسيم؟ أما بقى السؤال التاني، فهو ليه دايما بيجي تاني يوم عيد القيامة؟ وطبعا لازم يكون يوم 2. السؤال التالت، هو ليه ميعاد العيدين بيتغير من سنة لسنة بشكل غير منتظم حسابيا؟ لقينا الإجابات في بعض المواقع المصرية، لكن كان أكثرهم تفصيلا كانت مقالة على موقع مجلة صباح الخير، وبتقول المقالة إن الاحتفال بشم النسيم كان عيد عقائدي عند المصريين القدماء اللي آمنوا بتجديد الحياة الأبدية. وطبعا الربيع دايما هو رمز للتجدد ده، لأنه بيحصل فيه تجدد الزهور والزروع، وبيعتبر المصريين القدماء اليوم ده هو يوم بدء الحياة على الأرض. كلمة شم النسيم مش زي ما احنا فاهمينها خالص، يعني مش معناها إننا نشم الهواء النقي خالص. هي الكلمة جاية من الجملة القبطية شوم النسيم. ومعلومة دايما أحب أكدها إن اللغة القبطية هي تطور للغة المصرية القديمة من الهيروغليفية، وفضلت تستخدم لحد 300 سنة بعد دخول الإسلام مصر. طب يعني إيه بقى شوم النسيم؟ هنشرحها كلمة كلمة. شوم معناها بستان أو جنينة، وأن حرف جر يوازي أوف بالإنجليزي. أما بقى نسيم معناها الزروع، يعني شوم النسيم معناها بستان أو حديقة الزروع. طب لحد دلوقتي احنا عرفنا بس معنى كلمة شم النسيم. ندخل بقى على السؤال الأساسي الأول، وهو سر ارتباطه بعيد القيامة. عايزاكم تركزوا معايا جدا في الجزء ده. بيرجع سبب ارتباط العيدين ببعض للقرن الرابع الميلادي، لما أصبحت المسيحية الديانة الرسمية في مصر بعد ما اعترف بيها الإمبراطور الروماني قسطنطين العظيم كديانة رسمية للإمبراطورية الرومانية. وطبعا مصر كدولة من ضمن الإمبراطورية الرومانية أصبحت المسيحية الديانة الرسمية فيها. وبالمناسبة مصر كانت من أوائل الدول اللي دخلت فيها المسيحية في العالم كله، حتى قبل اعتراف الإمبراطور الروماني قسطنطين العظيم بالمسيحية بأكتر من 260 سنة. في الفترة دي كان المصريين بيواجهوا مشكلة في الاحتفال بيوم شم النسيم، لأنه كان بيجي دايما أثناء موسم الصوم المقدس اللي بيسبق عيد القيامة. وطبعا الفترة دي فترة عبادة وامتناع عن كل الأكل اللي أصله حيواني، فطبعا كان في صعوبة في الاحتفال بشم النسيم مع الصيام. وعايزين ناخد بالنا من حاجة مهمة، وهي ان المصريين لما تحولوا للمسيحية ما تخلصوش من عاداتهم كمصريين. يعني حد ممكن يقول ان ده عيد مرتبط بعقيدة مختلفة، لكن فعليا هو أصبح عيد راسخ عند المصريين حتى بعد تغيير ديانتهم. اجتمعت وقتها الكنيسة الشرقية واللي مقرها في اسكندرية. لحد دلوقتي اسكندرية هي مقر الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية، وقررت تأخير يوم شم النسيم لليوم اللي بعد عيد القيامة مباشرة. وطبعا ده يفسر إجابة السؤال الأول الخاص بفكرة ليه شم النسيم بيجي دايما تاني يوم عيد القيامة ولازم يكون يوم 2. نيجي للسؤال التاني والأهم، ليه ميعاد العيدين مش ثابت؟ الغريب ان الإجابة المرة دي هتكون من اليهودية، وخلونا نركز مع بعض في الجزء ده. بيقول القس فلوباتر في المقالة ان حساب اليوم ده ليه نظام فلكي اسمه الحساب الأبقطي، وهي كلمة معناها عمر القمر في بداية شهر توت القبطي من كل سنة. والحساب ده تم وضعه في بدايات القرن الثالث الميلادي بواسطة الفلكي المصري بطليموس الفرناوي، وده كان في عهد البابا ديمتريوس الكرام اللي نسب ليه الحساب ده والتزمت بيه جميع الكنائس المسيحية لحد 1528 ميلاديا. وكان بيراعى فيه ان عيد القيامة لازم يكون يوم حد، وان يجي بعد الاعتدال الربيعي 21 مارس. ودي اهم نقطة واكثرهم تأثيرا، ان يكون بعد عيد بساح المعروف بعيد الفصح اليهودي، واللي بيجي يوم 14 من شهر نيسان العبري. والسنة العبرية زي السنة الهجرية سنة قمرية، وهو عيد مرتبط بموسم الحصاد، وبيكون عند اليهود بين ابريل ومايو. طب ليه يا ترى لازم يكون بعد عيد الفصح؟ الإجابة ببساطة لأن المسيح بحسب الأناجيل الأربعة
كان بيتناول فطير عيد الفصح وقت العشاء الأخير، وهو آخر ما احتفل به المسيح مع تلاميذه قبل ما يتم اعتقاله ومحاكمته وصلبه. فاليهود عملوا دورة هي مزيج ما بين التقويم الشمسي والقمري عشان يحسبوا ميعاد عيد الفصح، وهي دورة بتتكرر كل 19 سنة زي فكرة النسيء في الشهور العربية القمرية، واللي كانت موجودة لحد تقريبا العام 10 الهجري. عشان كده عيد الفصح بيجي ما بين 4 إبريل و8 مايو، وبيتقدم أو بيتأخر طبعا لحساب الدورة دي. وعلى أساس عيد الفصح بيحسب المسيحيين يوم عيد القيامة، واللي طبعا على أساسه بيتحدد يوم شم النسيم. شفتوا اللفة؟